السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فيديو مميز جدا. هنعمل مع بعض القرص الفلاح الطريه بطريقه سهله وبسيطه جدا، وكمان المقادير بتاعها ان شاء الله مظبوطه معاكي 100% زي ما تعودنا مع بعض في كل فيديو. بقولك المقادير بالجرام وبالكوبايه وبالمعلقه، كمان بقولك التسويه المظبوطه علشان تطلع معاكي المعجنات او القرص او المخبوزات بالشكل الجميل ده. اهم حاجه تتابعي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي كل التفاصيل الخاصه، وكمان شير الفيديو وكمان لايك للفيديو واشتراك في القناة. تعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ. معايا بولة فاضية هنزل فيها بكوباية مية فترة، يعني مش ساقعة قوي ولا سخنة قوي، وكمان زيها كوباية لبن. الكوباية او المج بتاعي موحد. هنزل كمان باربع معالق هرميين سكر، يعني حوالي 80 جرام. 10 جرام خميرة بودر او خميرة حبيبات، يعني حوالي 10 جرام معلقة كبيرة هرمية خميرة. هبدأ ان انا اخلط المكونات بحيث ان السكر بتاعي يدوب تدريجيا والخميرة بتاعتي تبدأ تنشط او تظهر فقاعات. كده اتأكد ان الخميرة بتاعتي مدة الصلاحية بتاعتها جديدة، وكمان النشاط بتاعها كويس. هنزل بكوباية سمنة نباتي على سمنة بلدي. ممكن تستخدمي سمنة بلدي أو سمنة نباتي، يعني ممكن تستخدمي كوباية سمنة نباتي أو تستخدمي كوباية سمنة بلدي، وممكن تضيفي أو تخلي النص كده والنص كده، ولو حابة تضيفي زيت مفيش مشكلة. سعة الكوباية اللي أنا مستخدماها 200 جرام. كوباية الشاي يعني مج واحد موحد. لو انت ما عندكيش ميزان يعني ممكن تخلي المج اللي هو مج الشاي العادي. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. النوع اللي انا مستخدماه ماركة اصطفى كريستال، ودايما انا بستخدمه في المعجنات. الكيلو دقيق 8 مجات من مجات الشاي العادي. الدقيق بتاعي منخول. هنزل عليه بمعلقة ملح صغيرة علشان تظبط معانا الطعم، وكمان هنزل بباكت فانيليا بودر، والمفروض ان انا كنت ضفته على السوائل بس انا نسيت. ومفيش مشكلة لو ضفناه على المواد الجافة. نقلت الخليط بتاعي في عجان علشان بس يكون واسع شوية ويسهل عليا عملية العجن. هبدأ ان انا الم المكونات بتاعتي كده بالاسباتيولا لحد ما احس ان الدقيق كله اتجانس مع المكونات السائلة. وبعدين هبدأ ان انا اشتغل تدريجيا كده بايدي علشان احس بملمس العجينة. هنتكلم باستفاضة شوية في العجينة والبدائل اللي انت ممكن تستخدميها. حد ممكن يسألني يقول لي ممكن استخدم مية من الحنفية؟ هقول له ممكن، بس الجو برد شوية، وهتكون السوائل حتى لو هي مش في التلاجة وانت مطلعاها بره هتكون ساقعة جدا. فالافضل ان احنا ندفيها حاجة بسيطة خالص على النار. السمنة بتاعتي انا فكيتها بس حاجة بسيطة خالص على النار لحد ما بقت سايلة معايا. واللبن بتاعي برضو حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة زي دمعة العين كده. والمية بتاعتي علشان تنشط معايا العجينة بسهولة، او الخميره بتاعتنا بسهوله. حد ممكن يقول لي ممكن نستخدم ايه بديل يعني للبن؟ ممكن استخدم زبادي او مفيش مشكله. ممكن تستخدمي الكميه كلها ميه لو انت حابه، هتطلع معاك القرص تمام. لو عندك زبادي ممكن تستخدمي او تستبدلي اللبن بالزبادي. لو عندك اللبن الرايب اللي هو البلدي ممكن برضو تستخدميه. لو عندك لبن بودر استخدميه. لو عندك الخض اللي بيطلع من الزبدة هيبقى معاكي زي الفل وهيبقى معاكي تمام جدا. لو حابة ان انتي برضو تخلي الكمية كلها مية مفيش مشكلة، هتطلع معاك القرص حلوة وطعمها حلو. اللهم بارك. يعني هتبقى حاجة زي الفل وهتطلع من تحت ايديكي تحفة. انا اسفة يعني على التصوير، في حاجة كانت في الكاميرا مخليها الاضاءة مش مظبوطة. العجينة بتاعتي في المرحلة دي لسه بتقطع، يعني لسه محتاجة عجين. انا جايبة جنبي حوالي نص كوباية مية يعني 100 جرام. هبدأ ان انا انزل تدريجيا كده بالمية على العجينة، وابدأ ان انا الم العجينة. انا مش بعجن عجين قوي، لا انا بحاول يعني الم العجينة في ايديا شمال ويمين بحيث ان انا اخلي ليها عرق بسيط، وهي بسهولة جدا بتلم معايا علشان نسبة السوائل بتاعتها مظبوطة تمام كده. السكر اللي انا مستخدمه سكر تموين عادي، سكر حبيبات. حابه تستخدمي سكر بودر عادي يرجعلك. حابه تستخدمي سكر يعني يكون غامق شويه في اللون برضك مفيش مشكله. اهم حاجه ما تستخدميش الفانيليا سايله لانها بتغير من طعم المعجنات. كده احنا اتكلمنا على البدائل اللي انت ممكن تستخدميها في العجينه بكل استفاضه. الميه بتاعتنا ميه فتره، يعني مش من الحنفيه ساقعه قوي ولا سخنه قوي. اللبن بتاعنا برضك نفس الوضع.
ممكن تستخدموا ميه السوائل او السمنه اللي احنا استخدمناها، سمنه نباتي على سمنه بلدي. حابه تستبدلي البلدي بالزيت مفيش مشكله، حابه تستخدمي زبده يبقى الافضل فيرن او النيوزيلندي علشان ما يبقاش فيها نسبه خض عاليه قوي ولا ميه. والافضل ان انت تستخدمي سمنه علشان بتدي للمعجنات او المخبوزات وخصوصا القرص ريحه حلوه قوي وبتخلي القرص معانا دايبه، انما الزبده بتخلي القرص طريه بس. العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين عجينه طريه وسلسه، هبدا ان انا افردها كده بسمك معين، يعني حاجه بسيطه خالص قدامي بس ترتاح من سخونيه ايديا والعجين. وهغطيها بكيس تلاجة، كيس عادي خالص او استرتش راب، بحيث ان هي بس وشها ما يشققش وتكون طبقه. هنسيبها بس دقيقتين 3 بالكتير، يعني ما تقوليش ان انا اسيبها ربع ساعه او نص ساعه او ساعه، لا احنا عايزين بس ان هي ترتاح، مش عايزين الخميره تمشي فيها. دي الكميه او الميه اللي فاضت مني، يعني حوالي 20 جرام، يبقى انا استخدمت 80 جرام ميه، يعني كوبايه ونص ميه الا معلقه، يعني 280 جرام ميه و200 جرام لبن. كده نسبه السوائل او كميه السوائل اللي انا استخدمتها انت عرفتيها. وخليك عارفه ان مش كل الدقيق بياخد سوائل زي التاني، في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش سوائل، فدايما خلي النقطه دي في اذانك وانت بتشتغلي. الميه اثناء مرحله العجن تنزليها بالتدريج معلقه معلقه. هبدا ان انا كده اكور القرص بتاعتي. انا هخلي الكوره بتاعتي او حجم القرصه 25 جرام، والحجم ده يرجع لك، حابه تخليها 30 مفيش مشكله، حابه تخليها 25 مفيش مشكله، حابه تكبري عن كده برضك مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك انتي. بس احنا بنعملها بالميزان علشان الكوره بتاعتنا او شكل القرصه يكون موحد ويكون الحجم واحد، واثناء التسويه كل القرص تستوي في وقت واحد. انما لو قرصه كبيره او قرصه صغيره، يعني مثلا عملت قرصه كبيره وقرصه صغيره، القرصه الكبيره مش هتاخد، القرصه الصغيره مش هتاخد تسويه زي القرصه الكبيره، هتستوى بسرعه، والقرصه الكبيره هتبقى لسه، فالسوا مش هيكون معاكي موحد. ودي خطوه اتبعيها دايما. لو ما عندكيش ميزان ممكن تعملي بالويم كده. هبدا ان انا اظبط شكل القرصه، يعني اخليها كوره بحيث ان الوش اللي فوق يكون ناعم وشكل الكوره تكون ملساء، علشان وانا ببططها تكون شكل واحد، يكون شكل القرصة واحد، وما يكونش في الوش بتاع القرصة تشققات معايا. او على الجنب كده انا حاطه صينيه وعليها كيس تلاجة، الكوره اللي انا بعملها بحطها على الصينيه بتاعتي. الطريقه سهله وبسيطه، وكمان المكونات بتاعتها سهله وبسيطه. اللي مش متاح عندك ممكن تحط له بديل زي ما قلنا، اهم حاجه هتطلع معاكي زي الفل، سواء استخدمت حليب، سواء استخدمت ميه، سواء استخدمت لبن رايب، سواء استخدمت دقيق سايب من عند العطار. اهم حاجه اتاكدي من النوعيه بتاعه المكونات اللي انت بتستخدميها، اتاكدي من تاريخ صلاحيه الخميره علشان تطلع معاكي المعجنات مظبوطه. لو الخميره بتاعتك مده الصلاحيه بتاعتها منتهيه، انسي ان هي تخمر معاكي القرص، وانسي ان الوصفه هتكون ناجحه معاكي. اهم حاجه اتاكدي من تاريخ الصلاحيه، دي اول حاجه. الدقيق اللي انت هتستخدميه اتاكدي من نوعه اللي هو موجود عند العطار، والافضل ان انت تستخدمي البواكي اللي احنا بنستخدمها دي، في انواع كتير هيطلع معاكي زي الفل، لان العرق بتاعها بيبقى قوي. وشويه انا من الناس اللي استخدمت الدقيق اللي موجود عند العطارين، الدقيق ده بيسيح بسهوله وما بيطلعش عرق. والقرص او المعجنات، في معجنات كتير قوي عايزه عرق في العجينه، فالافضل ان انت تجيبي نوع دقيق كويس تكوني انت جربتيه مره واثنين وثلاثه وتبداي تشتغلي عليه. قطعنا القرص بتاعتنا كلها بحجم واحد، حجم القرصه 25 جرام. حابه تقللي دي حاجه ترجع لك، حابه تزودي برضو دي حاجه ترجع لك. احنا راكنين جنبنا صينيه مغطينها او حاطين عليها كيس تلاجة، ممكن تحط عليها فوطه وتبداي ان انت تغطي الكور بتاعتنا علشان ما تنشفش، وزي ما قلنا تكون طبقه. انا قلت لك كل البدائل اللي انت ممكن تستخدميها، اهم حاجه الميه تكون فتره. المكونات بقى المتاحه عندك استخدميه، ما عندكيش لبن، ما عندكيش لبن بودر، ما عندكيش زبادي، استخدمي عادي ميه وهتطلع معاكي القرص اللهم بارك. وان شاء الله هنعملها مع بعض باذن الله الايام الجايه بميه، علشان حبايبنا الغاليين اللي مش متوفر عندهم اللبن او الزبادي او اللبن البودر. لان انا اسفه عارفه ان الاسعار غاليه او الخامات عادت غاليه، فاحنا بنحاول نعمل الاقتصادي.
حد هيقول لي انت ليه قللت حجم الكوره؟ اقول لك علشان تفرد معايا كميه كبيره، وكمان عشان لو حابه ان انت تدي لحبايبك او اصدقائك تدوقيهم من ايديكي، تكون القرص معاكي مطلعه كميه كبيره. حابه ان انت تكبري مفيش مشكله، حابه ان انت تعمليها زي زمان كانوا بيعملوا حجم القرصه او القرصه الكبيره كانت بتبقى 35 جرام او 40 جرام. دي حاجه ترجع لك برضو، كل حاجه في التشكيل او في المرحله اللي انا بشتغل فيها دي ترجع لك انتي. المهم بس ان انا بوريكي ان المراحل سهله ومفيش حاجه ممكن تقف عليكي، علشان حبايب الغاليين اللي دايما او اللي لسه لاول مره بيخشوا المطبخ وهيواجهوا صعوبه في ان هم يعملوا القرص. الطريقه سهله وبسيطه جدا. قلت لك المقادير بالجرام وكمان بالكوبايه، وقلتها لك بالمعلقه. قلت لك مرحله العجن اللي انت ممكن تستخدميها 5 دقايق هتطلع معاكي الطريقه او القرص زي الفل. ادي كميه القرص اللي انا طلعتها في صينيه تانية كمان مغطيها بستريتش راب او بكيس تلاجة علشان الوش ما ينشفش. هبدا باول كميه او اول كور انا عملتها، وما تقلقيش انا كنت بشتغل لوحدي، والقرص في التوقيت ده كمان ما اتخمرتش علشان الجو برد. هبدأ ان انا كده ببطن ايديا واضغط على القرصة وابدأ ان انا اسويها علشان تبقى معايا شكل واحد. بلاش بصوابعك زي ما انا اوريك كده، زي ما انا بعمل كده ببطن ايدك، وهتبدأي تظبطي شكل القرصة علشان تبقى معاكي مدورة شكل الدايرة كده، ويبقى القرص كلها شكل موحد. انا بحاول ان انا اظبط بظهر ايدي او ببطن ايدي علشان لو عملت بصوابعي في المرحلة دي انا مش هقدر اشيل الشكل اللي هو ظهر فيها، وعلشان تبقى شكل واحد وشكل موحد وحجم القرص كلها يبقى واحد. هبدأ ان انا انقل كده واساوي مكان اصابعي مكان ما انا اشتلتها. الصينية بتاعتي صينية مش مدهونة مادة دهنية، وكمان الافضل ان انت تشتغلي في صواني ألمونيوم بتطلع معاك المخبوزات والمعجنات اللهم بارك، لان بيبقى السمك بتاعها حلو. بلاش الصاج المجلفن او الستانلس، الحاجات دي بيكون بتوصل الحرارة بسرعة قوي وما بتخليش القرص بتاعنا او المعجنات تستوي بسهولة. انما افضل حاجة ان انت تشتغلي فيها او تخبزي فيها القرص او اي معجنات اللي هي الصواني الالومنيوم، بتطلع معاكي المعجنات اللهم بارك، حاجة كده تحفة. هبدأ ان انا ارص في الصينية، وزي ما قلت لكم الصينية بتاعتي مش مدهونة اي مادة دهنية. وهظبط ادي الشكل، بحاول ان انا كده اظبطهم كلهم مع بعض. هعمل معاكم برضو كمان يعني قرصتين 3 علشان تشوفوا ببطن ايديا كده، وببدأ ان انا اظبط علشان صوابعي ما تعلمش في القرصة من فوق. هحاول ان انا اخلي الشكل موحد علشان الشكل يكون واحد وتكون التسوية مظبوطة، وعلشان حجم القرصة كلها موحدة التسوية بتاعتي هتبقى مظبوطة 100%. هبدأ ان انا اسويها كده من الاطراف مكان اصابعي. ادي الصينية بتاعتي بعد ما كملت هغطيها بكيس تلاجة علشان ما تشقاش لمدة التخمير بتاعتها. هتقولي لي هتاخد منك مدة تخمير كتير، في الوقت ده خدت مني مدة تخمير ساعة بالظبط، وكانت جاهزة اول صينية انا اشتغلت فيها. لما حسيت بريحة الخميرة ظهرت والقرص بدأ حجمها يعلى ويكبر، بدأت ان انا اشتغل. طلعت معايا ما شاء الله حوالي 5 صواني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده اللهم بارك، الشكل موحد، وانا مغطياهم بأكياس تلاجة علشان ما يكونوش طبقة على الوش. تعالوا بقى نتكلم على مرحلة التسوية. اول صينيه دخلتها معايا الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. الفرن ده فرن البوتاجاز العادي، اعلى درجه حراره كانت عندي 240، ومش كل الافران زي بعضها. عندي صاجه على الشعله من تحت وفوقها كمان صاجه بدخلها عليها، والشبكه بتاعتي على اول درجه لدرجه الشبكه علشان تاخد معانا اللون الجميل ده. اول صينيه هتطول معايا، اول صينيه خدت معايا 20 دقيقه لحد ما وصلت للجمال واللون الحلو ده. والصواني التانية بدأت ان انا ادخلها تدريجيا، يعني ارفع على الشواية وادخل صينية تحت، ارفع على الشواية وادخل صينية تحت. والفرن معاكي بيختلف لان درجة الحرارة بتكون اتظبطت واحدة واحدة. القرص بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن شكلها تحفة اللهم بارك، حاجة كده مظبوطة، المكونات بتاعها مظبوطة 100%. اتمنى ان انت تجربيها على الطريقه اللي انا عملت بيها، هتطلع معاكي اللهم بارك. لو انت من الناس اللي مش بتنجح معاكي اتبعي بس الخطوات اللي انا اشتغلت بيها. القرص بتاعتنا التسويه بتاعتها من تحت
زي فوق حاجه كده اللهم بارك. طعمها حلو قوي، السكر كان مظبوط على قد القرص بتاعتنا طريه، القلب بتاعها ابيض زي الفل، حاجه كده اللهم بارك، ريحتها تحفه. زي ما قلت لك، حابه تكبري شكل القرصه مفيش مشكله، حابه تصغريها مفيش مشكله. التسويه كلها موحده زي ما انتم شايفين، لون واحد من تحت ومن فوق. قاعده الفرن مطلعه معايا القرص، القاعده بتاعتها حلوه، وعلشان القرص خدت التخمير بتاعها في الصاجه او في الصينيه طلعت معانا زي الفل من تحت ومن فوق، ما عملتش فقاعات لا من تحت ولا من فوق. قلب القرصه اللهم بارك زي ما انتم شايفين، القرص طريه حاجه كده تحفه زي ما انتم شايفين كده، قلبها حلو وطريه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وما كنش ضيفه تقيله عليكم، واكون وصلت لك كل المعلومات والتفاصيل اللي انت محتاجه تعرفيها. لو انت اول مره تشوفيني او تتابعي فيديوهاتي، انا نوره، اتمنى منك ان انت تشتركي في القناه وكمان تفعلي زر الجرس علشان كل فيديو بنزله ينزل لك اشعار بيه، وتتابعي معايا الوصفه للاخر. وكمان كومنت حلو من ايدك الجميله تشجعني بيه، ولايك للفيديو بتاع النهاردة علشان يشوفوا أكبر عدد ممكن، وعلشان الكل يستفاد من فيديو النهاردة. أتمنى أكون قلت لك كل التفاصيل اللي انت محتاجة تعرفيها، وتكون الوصفة سهلة. أهم حاجة اعمليها بنفس المقدار ونفس التركات والتفاصيل اللي أنا عملتها، هتطلع معاكي اللهم بارك، لون وطعم وتسوية مظبوطة، كل حاجة في القرص كده اللهم بارك طالعة مظبوطة، طعمها حلو قوي. أتمنى ان انت تجربيها. أنا بحاول ان أنا أوريكي ان القرص بتاعتنا طرية رغم ان هي لسه سخنة، وكمان قلبها نضيف. دي من المعجنات اللي دايما احنا بنشتاق لها. كان زمان اجدادنا والناس الغاليين علينا بيعملوها بطريقه سهله وبسيطه، وبتطلع معاهم زي الفل. القرص من الحاجات الهشه الحلوه قوي، قلبها حلو. القرص معاكي مش مكتومه، لا بالعكس مظبوطه، لانها خدت التخمير المظبوط بتاعها. لو انت حسيتي ان القرص مكتومه، يبقى القرصه ما خدتش وقت التخمير الكافي علشان تطلع معاكي مظبوطه. اهم حاجه اصبري على الحاجه علشان تطلع معاكي مظبوطه. اتمنى اكون ضيفه خفيفه لطيفه عليكم، مشاهده ممتعه للفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم.